انا مش عارفه ازاي ما جربتش الطريقه دي من زمان. شفت صاحبتي بتحط الميه المغليه على الفراخ وهي نيه، وبقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ قالت لي بس جربي وانت هتوفري فلوسك يا فوزيه، وولادك هيدعولك. فرخه واحده بس هتعملي بيها وليمه. الله، يعني معقوله الميه السخنه دي هتضعف لي الكميه؟ تعالي بس وانا اقول لك كل حاجه بالتفصيل، وانا واثقه هتدعي لي بعد الفيديو ده. انسي بقى ان ولادك يطلبوا اكل من بره تاني. تعالوا نشوف الطريقه، بس قبل ما نبدا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الطريقه دي سهله ومضمونه، وانا واثقه كل اللي هيجربها هيقول انا ازاي فعلا ما عملتهاش من زمان. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. في الاول كده معايا هنا دول 4 بصلات، انا مش هاخدهم كلهم، انا هاخد بصلتين بس. هبدا اقطعهم بقى شرايح بالشكل ده. ممكن تفرميهم في الكب عادي، مش هتفرق على فكرة، بس انا حبيت اقطعها كده زي ما هي كانت مقطعاها بالظبط. وعلى فكرة صاحبتي دي كلكم عارفينها، مجنونة التيك توك. هقول لكم اسمها بس اصبروا عليا لما نشوف الوصفة ناجحة ولا لا. شلت بقى البصل على جنب، وبعدين هنجيب حلة ونحط فيها كده مية بتغلي. الفرخة الواحدة بتاخد حوالي لتر ونص كده من المية. تمام تمام قوي يا حورية. هنحط فيها ايه بقى؟ هنحط فيها البصل اللي قطعناه، وهنتبلها، ولازم وضروري التوابل دي: معلقة صغيرة من الكباب الصيني، معلقة صغيرة من الفلفل الحسا، مكعبين من المرق، شوية حبهان، شوية توم باودر، ومعلقة كبيرة مليانة من الملح، معلقة كبيرة من الشطة لو عايزاها سبايسي، ولو مش عاوزاها سبايسي استبدلي الشطة ببابريكا. تمام. حطيت كمان معلقة كبيرة من توابل البروست، وحطيت كمان 3 معالق من الخل. هنحط عليهم معلقة من السكر، وهناخد الحلة دي ونرفعها على النار تغلي معانا غلوة واحدة بس. على بقى ما التوابل تغلي معانا في المية، هنجيب الفرخة بتاعتنا. الفرخة دي كان حجمها 2 كيلو او ازيد كمان، مش فاكرة، بس هي 2 كيلو تقريبا. المهم هنقطع الفرخة بتاعتنا دي ل 16 او 17 قطعة. الورك بقطعه 3 اجزاء بالشكل ده، كل ورك بقطعه 3 اجزاء. اما بالنسبة للصدر بقطع كل صدر 5 قطع. الرقبة طبعا لوحدها، والجناح باخد منه حتة مع العضمية، والصدر بقى كامل بقطعه على 4. فما شاء الله عملت معايا 16 قطعة الفرخة، غير الرقبة يعني 17 قطعة. 17 قطعة حلوين مش صغيرين خالص، والتقطيعة دي مناسبة قوي لوصفة النهاردة. الكبدة والقناصة حطيتهم في المية اللي انا حطيتها على النار علشان تغلي معاهم وتاخد كده نص تسوية. وادي كده المية بتاعتي بعد ما غليت غلوتين، وهي بصوا هتلاقوا فيها الكبدة والقناصاية. اصلا اهم حاجة عندي الكبدة بتاعت الفرخة دي، بحبها جدا. تمام كده، تمام قوي يا حوريه. هنعمل ايه؟ خلاص بعد ما غليت معانا وشمينا بقى الروايح الرهيبه دي، هنطفي عليها وناخدها على الفراخ. الفراخ انا غسلتها مره كمان ونقعتها بعد التقطيع وصفيتها كويس قوي. هننزل بقى عليها بالميه بتاعتنا المتبهره الجامده جدا دي، ريحتها يا جماعه تهبل. بصوا شفتوا الكبده خدت غلوه معاها كده، خدت نص تسويه. هغطي بقى عليها وهسيبها. اهم حاجه الميه المغليه دي تبرد على الفراخ، يعني ما ينفعش نستخدم الفراخ او نكمل الوصفه والفراخ سخنه. لازم تسيبيها لحد ما تبرد تماما في الميه، وبكده تضمني بقى ان العظم بتاعها يطلع قشطه، وتطلع دايبه كده ومستويه، والانسجه بتاعتها اتقطعت، وحاجه ما شاء الله اللهم بارك. تتبيله يا جماعه سريعه وسهله للفراخ البروستد او الدجاج كنتاكي، علشان تعمليها وتاكليها في نفس الوقت. يعني مسافه ما تحضري رز او كده تقلي على طول. تعالوا بقى اوريكم طريقه جديده قوي وحلوه بسيطه للكفر اللي بره، علشان تعملي كفر مقرمش من غير ما تبهدلي الدنيا. حطيت هنا في العلبه بتاعتي دي حوالي نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين كبار من النشا ورشه صغيره جدا من الملح. احط كمان معلقه من توابل البروستد. توابل البروستد دي يا جماعه بتتباع عند العطار، ونص معلقه كده من الكركم او الكاري. قلبي بقى كله مع بعضه، وبعدين ناخد بقى الايه الفراخ بتاعتنا. هنصفيها الاول من الميه، علشان احنا عاوزين شويه من الميه دول في الوصفه بتاعتنا. الطريقه دي يا جماعه ناجحه 1000000%، حلوه قوي وبسيطه وسهله واقتصاديه. يعني لما تحسبيها كده، دلوقتي الوجبه اللي هي ال3 قطع من عند بزوكه ب185 جنيه. يعني علشان تعملي 17 قطعه، احسبي بقى، احسبي كام وجبه. اضربي بقى في كام، في 6، في 6 تقريبا. قولي يا ستي في 5. لو في 5 يعني ال5 وجبات هيخش لهم في 1000 جنيه ولا حاجة. احنا جبنا فرخة وازازة زيت، مع ان ازازة الزيت والله هنستخدمها تاني، بس ما شاء الله حاجة انضف واضمن واحلى مليون مرة.
هناخد بقى الدقيق بتاعنا وصفينا طبعا المية زي ما اتفقنا وشيلناها على جنب، وهنبدأ بقى نعمل الحركة دي. اي علبة كده يكون ليها غطا حطي فيها الفراخ وابدأي رجيها الرجة دي، بعدين طلعي من العلبة وانزلي في المية، عدي بالظبط 3، يعني 1 2 3، وتطلعي على طول على الدقيق كمان مرة. ونصيحة مني اوعوا تكتروا النشا، لو كترتوا النشا هتحسوا ان هي ناشفة كده ومعضمة معاكي. رجيها بقى كمان مرة وبس كده. احلى كريسبي ممكن تاخديه بالطريقة البسيطة دي، واحلى تتبيلة بجد رهيبة. بصوا شايفين الكريسبي بتاعها رهيبة بجد. يلا بينا بقى نعمل كل الكمية بنفس الطريقة، ونحضر زيت يكون مغلي على النار. الزيت لازم يكون غزير وسخن مغلي، بيغلي يا جماعة. بعدين انزلي بالفراخ. انا مش بنزل بالفرخة كلها مرة واحدة لان كده مش هتقرمش معاكي. انزلي كده بحوالي مثلا 6 قطع في الاول او 5، وغطي عليها وسيبيها لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بتشيلي بقى الغطا من عليها وبتشوفيها. لو الحلة بتاعتك مفيش فيها مكان للتهوية او ان هي تطلع البخار، خليها مواربة، يعني لازم يكون الغطا وهو على الزيت يكون في مكان بيطلع البخار علشان ما تطراش منك. ما بقلبهاش خالص غير بعد نص ساعة زي ما شايفين كده، نص ساعة على نار متوسطة، وتبقى بقى بالمنظر الجميل ده. انا سبتها كمان 5 دقايق ولا حاجة علشان عاوزاها تاخد لون ذهبي اكتر من كده. شايفين بقى الجمال والقرمشة، شايفين الحلاوة، اللهم بارك بجد، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ شوفوا بقى انا بجيب ال3 قطع من دول، انا بنتي مدمنة الاكلات دي، بجيبهم من عند بزوكة ال3 قطع ب185 جنيه، تمام، وبجيب ال6 ب380 جنيه. فحرام بجد يعني. شوفي بقى انت هتعملي كام قطعة وهتأكلي العيلة كلها، وشوية سلطة كولسلو في البيت، مفيش انضف ولا احلى من كده. عملت بقى كل الكمية بنفس الطريقة. يلا بينا بقى نقول الدعاء الجديد بتاعنا بتاع رمضان، عايزاكم تحفظوه زي ما حفظتوا الدعاء القديم بالظبط. وحبايبي اللي حفظوا الدعاء القديم يكتبوهولي في الكومنتات. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا. اللهم امين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، وصفة النهارده ناجحة 100%. الوصفة انا واخداها من حبيبة قلبي نور عرفات المجنونة، هي صاحبتي مجنونة بس صاحبتي وحبيبتي. مجنونة التيك توك ومجنونة الافكار والوصفات الجديده والحصريه. اشكرها على الوصفه دي بجد، نور عرفات القمر، بحبك يا نوره، وبقولك تسلم ايدك بجد، الوصفه تستاهل التجربه. اتمنى حبايبي اللي بينسوا يحطوا لايك للفيديو، حطوا لايك يا ولاد، دعموني يا ولاد، الصفحه بتقع مني والله. بحبكم في الله، سيبكم في رعايه الله. كانت معاكم حوريه.